فلوسك دي مش عربون، بس انت لسه مش عارف. شاب راح يشتري شقة، السيلز بتاع الشركة قال له ادفع عربون واحجز الشقة قبل ما حد غيرك يحجزها. دي شقة مميزة جدا وعرض مغري ما يتفوتش. صاحبنا استجاب ودفع 50,000 جنيه ومشي وهو مطمن، وقال لو حصل أي حاجة العربون عادي يرجع. بعد ما عدى أسبوع ظروفه اتغيرت، راح يطلب فلوسه. هنا كانت الصدمة. قالوا له يا فندم مفيش حاجة اسمها عربون، دي اسمها جدية تعاقد أو جدية حجز، وحضرتك مضيت على استمارة حجز مكتوب فيها بند إن لو عدى 3 أيام المبلغ يصبح جزء من المقدم ولا يحق للعميل استرجاعه. صاحبنا قال لهم يا جماعة أنا ما قرأتش الاستمارة أصلا وتعاملت معاكم بثقة. قالوا له خلي الثقة تنفعك. خلي بالك القانون هنا للأسف ما بيسمعش نيتك الطيبة ولا كلامك الكويس. القانون بيقرأ الورق المكتوب بس. لو مكتوب عربون غير لو مكتوب دفعة حجز أو جدية تعاقد. صاحبنا للأسف خسر فلوسه. الخلاصة، خلي بالك كويس جدا من المسميات القانونية، واقرأ استمارة الحجز أو العقد كويس جدا قبل ما تدفع أي مبالغ. شارك الفيديو مع غيرك يمكن تمنع عنه مشكلة.